السلام عليكم. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. جايه لكم بقى بفيديو جديد، ويلا بقى كده نصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام، ونسمي الله كده ونبدأ الوصفة بتاعتنا، ونشوف هنعمل ايه كده يا حلوين مع بعض في الفيديو. هنعمل بقى وصفة سهلة وبسيطة جدا ومش بتاخد اي وقت، ومكوناتها موجودة في كل بيت. وصفة بقى تنفع للفطار او للعشاء. يلا بقى يا حلوين نشوف مقادير الوصفة بتاعتنا هتكون عبارة عن ايه. معايا مكعبين من الزبدة و3 حبات من البطاطس، والبطاطس بتاعتنا مسلوقة، وبابريكا وفلفل اسود وملح وبيضتين، وميكس جبن او جبنة موزاريلا عادي، وكزبرة. يلا بينا بقى نبدأ نجهز الوصفة بتاعتنا. هنيجي بقى في طاسة على النار ونضيف فيها مكعبين الزبدة بالشكل ده كده يا حلوين، والبطاطس بقى نكون مقطعينها كده، وننزل بالبطاطس كده، وهنبدأ بقى نهرس البطاطس دي كويس لحد ما تبقى ناعمة خالص معانا. نبدأ نهرسها كده بالشكل ده. ما تنسوش بقى تضغطولي لايكات كتير على الفيديو ده يا حلوين، وبشكركم جدا على كومنتاتكم الجميلة اللي بتسعدني دايما، ربنا يسعدكم يا رب. نبدأ بقى نقلبها كده شوية على النار مع الزبدة، وبعد كده هنضيف فلفل اسود وملح، ونقلبها بقى كده تقليب كويس. هنضيف بقى نص معلقة من البابريكا، ونقلب برضو. الوصفة دي بقى بجد طعمها جميل جدا، وان شاء الله لما تجربوها هتعجبكم. اللي يجربها بقى يجي يقولي في الكومنتات عجبتكم ولا لا. بعد بقى ما قلبناها كده تقليب كويس، هنبدأ بقى نسويها كده في الطاسة بتاعتنا. وهنبدأ بقى كده نضيف بيضتين، طبعا ممكن نضيف 3 بيضات او 4 بيضات على حسب ما انتوا تحبوا عادي. هنضيف بقى رشة فلفل اسود كده على البيض مع رشة ملح، ونديلها تقليبة كده ونوزعها بقى على البطاطس بتاعتنا. بالشكل ده بقى كده، ورشة بابريكا. وهنغطي بقى لحد ما البيض يستوي معانا كده. خلاص بقى هنجيب بقى الجبنة، طبعا جبنة موزاريلا او ميكس جبن او اي نوع جبنة بتفضله عادي، ونحطها بقى كده على الوش بالشكل ده. وهنغطي بقى لحد ما الجبنة تسيح ونشوف الشكل النهائي مع بعض. هنا بقى كده خلاص بعد ما بقت جاهزة معانا، رشيت عليها بقى رشة من البابريكا كده على الوش بالشكل ده كده يا حلوين. ده شكلها بجد يفتح النفس وطعمها جميل جدا. هنجيب بقى كده رشة كزبرة في الاخر ونرشها بقى على الوش كده، طعمها بيكون جميل جدا مع الوصفة دي، وممكن نستغنى عن الخطوة دي. عملنا بقى مع بعض في الفيديو ده وصفة سهلة وبسيطة جدا، تنفع للفطار وتنفع كمان للعشاء. وبكده بقى نكون وصلنا لاخر الفيديو بتاعنا يا حلوين. ما تنسوش تضغطولي لايكات كتير على الفيديو ده، وكمان تقولي رأيكم ايه في الكومنتات. ولو انتوا جداد في قناتي واول مرة بتشوفوني، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على كلمة الكل علشان يوصل لكم اشعار بكل فيديو جديد انزله. وربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب.